بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة نوع من الحلويات سهل وسريع. هنعمل البسبوسة بطريقة ان شاء الله سهلة، وهتقومي بسرعة تعمليها ان شاء الله من سهولتها وجمالها. في البداية معلقتين من المادة الدهنية. بصي، انا مش هسيحهم الاول في طبق وبعد كده ادهن الصينية اللي انا هعمل فيها، لا انا هسيحهم في الصينية اللي انا هشتغل فيها. يبقى انا دهنتها بمادة دهنية وفي نفس الوقت سيحت السمنة بتاعتي. تمام كده وصلت؟ طيب دهنا الصينية وحطينا معلقتين المادة الدهنية على كيس البسبوسة. تمام، ده كيس البسبوسة الجاهز. هو في تركاية كده بس بتختلط على الناس، هي اللي بتخليه بيطلع مش حلو معاه. تابعي معايا وان شاء الله هيطلع معاكي احلى من بتاعة المحلات كمان، واحلى من اللي هو دقيق السميد لما بتجيبيه وتعمليه، لان ده فيه كل المكونات جاهزة. كده حطينا احنا المادة الدهنية، معلقتين سمنة بلدي. تمام، وبعد كده هتحط عليهم معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، اللي هي نص معلقة كبيرة يعني. هنقلب الكلام ده مع بعضه. بس بعد ما بنقلب هنحط عليها كمان كوباية من الزبادي. ده الزبادي اللي انا عملته معاكم هنا في البيت. انا حط عليه بس معلقتين لبن عشان يفك معايا لانه متماسك. بعد كده هروح على طول حطاه على البسبوسة بتاعتي وهقلب. احاول ما اقلبش كتير، يعني بسبوسة يعني بتتبس. تمام، فبالتالي مش هنقلب كتير. بعد كده نفس الكوباية بتاعت الزبادي كوباية لبن. طبعا انت بتعمليها في البيت، هي انت ممكن تبدلي المية، تستبدلي اللبن بالمية. سامحوني لان صوتي تعبان زي ما انتم شايفين كده، بس حاولت برضو ان انا اسجل الفيديو وانزله لكم، لان شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين بيحب الحلويات، وده من انواع الحلويات السهلة يعني اللي مش هتوقفك في المطبخ كتير. بعد ما حطينا كوباية اللبن كده خلاص هصب الخليط بتاعي ده في الصينية وهخبطه على المطبخ خبطتين كده علشان اطلع اي هوا فيه، وعلى طول هحطه على الفرن اللي انا اصلا مسخناها على 180 15 دقيقة. اول ما تلاقيها احمرت من تحت، لو لسه ما خدتش اللون من فوق، هتفتحي عليها الشواية دقيقتين دقيقتين وخلاص. في الوقت بقى اللي انا بحطها فيه في الفرن هبدأ اعمل الشربات. دي التركاية اللي انا عايزة اوصلها لك. الشربات بتاع البسبوسة هو سخن والبسبوسة سخنة كمان، يعني مش بيبقى بارد، لا سخن. كوبايتين من المية وعليهم كوبايتين من السكر. بعد ما بيغلوا بحط لهم عصرة ليمونة 10 دقايق بالظبط بعد الغليان، وعلى طول هروح حط عليهم اطفي عليهم واحط كيس من الفانيليا وخلاص كده. يبقى هو سخن طبعا لحد ما البسبوسه هتستوي، هو هيبقى لسه دافي. على طول هحطه عليها وهتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، في منتهى الجمال. بعد ما طلعت حطيت عليها وحدات من الفول السوداني وخلاص، وهتاكلي احلى بسبوسه ان شاء الله. جربيها وباذن الله هتدعيلي. بس خلاص، وهو ده الفيديو بتاعي النهارده. لو كان عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.